هاي. هاي. ممكن اتعرف عليكم؟ ميلا. حبيبة. طلع. جايلة. النهارده في عالم عيال عايزين نتكلم جد شويه، اتفقنا؟ اتفقنا. مين فيكم يعرف يعني ايه مساحتي الشخصيه او مساحتي الامنه؟ مساحتي الشخصية اللي هو لو حد جه يلمسني اللي هو أنا أزعق له في وشه وأقول له لأ ما ينفعش تلمسني وكده. يعني ما ينفعش حد يمسكني أو يلمسني أو أي حاجة. مساحتي الشخصيه هي المنطقه اللي حواليا اللي لو هو تخطاها يبقى هو كده بيخترق مساحتي الشخصيه. ممكن نفرد ايدينا كده ونعمل كده. كل الدوريه اللي حوالين ايدينا من اول قدام وشنا لغايه ورا عند ظهرنا دي المساحة اللي محدش ينفع يقرب منها. لو حد قرب من المساحة دي أنا لازم أبتدي أبعد أو أعلي صوتي عشان ألفت نظر أي حد حواليا يجي يكون جنبي. اتفقنا؟ اتفقنا. هل لازم يكون الشخص المؤذي ملامحه غريبة ولا تفتكروا الشخص المؤذي أو الشرير شكله عامل إزاي؟ ممكن يبقى شكله يعني مريب أو عادي وبعديها يعمل حاجات كده وحشة. ممكن يكون هو ملامحه ضيقة بس هو من جوه قصد ان هو يعمل حاجة تانية وقصد ان هو يخلي ملامحه عادية عشان الناس ما تاخدش بالها ان هو وحش. ممكن يكون كده عامل نفسه عادي لكن الشخص المؤذي عمره ما كان عادي، كل الناس بتاخد بالها لان هو من جوه بيبقى مؤذي. لا مش شرط، عادي ممكن يكون اي حاجة، ده ربنا يعني هو اللي خلقه. تفتكر الشخص المؤذي ملامحه غير الشخص الطيب؟ يعني عادي ممكن يكونوا هما الاتنين زي مثلا اتنين توأم بس واحد شرير وواحد عادي. مظبوط يا بنات. الشخص اللي ممكن يأذينا ممكن تبقى ملامحه فريندلي جدا ومبتسم وشكله حلو وضوافره مش طويلة لكن هو من جواه شخص مؤذي. ينفع أي حد يخترق مساحتنا الشخصية؟ ممكن لو حد مثلا مامتي عايزة تيجي تقعد جنبي ماشي، لكن حد غريب لا طبعا. يعني هو لا ما ينفعش. ممكن مامتي تقعد جنبي وممكن برضه بابايا يقعد جنبي بس لسن معين مش هينفع. لو يعني حد احنا ما نعرفوش واحنا في اي حتة ما ينفعش يقرب ولا يختار احنا، يعني ما ينفعش يقرب علينا خالص. هو ما ينفعش حد غريب يقرب مننا ولا كبير ولا صغير غير لما فعلا يكون مامتنا بابانا اخواتنا، بس حتى لو اخواتنا الولاد لا. احنا اتفقنا ان ماما وبابا يقدروا يخترقوا مساحتنا الشخصيه ويقربوا مننا، يقعدوا جنبنا او يناموا جنبنا وهم بيحكوا لنا حدوته بالليل او هم بيذاكروا معانا. في ناس تانية ممكن نحتاج ان هم يقربوا من مساحتنا الشخصيه. تفتكروا مين دول؟ ممكن تبقى تيتا، جدو، عمتي كده. لازم حد كمان يبقى اللي هو من عيلتي قريبين مني قوي، اللي هو زي فعلا تيتا وجدو وماما وبابا وكده. مثلا لو انت عندك درس مش المس بتقعد جنبك هنحتاج يعني انه مثلا تقعد جنبي لكن مش تلزق فيا. في ناس ممكن يخترقوا مساحتنا الشخصيه لكن احنا لازم نكون حاسين بامان وان هم مش بيضايقونا. لو اي حد من قرايبنا اللي انتوا شايفين ان هم قريبين لكن بيخترقوا مساحتكم الشخصيه بشكل بيضايقكم، انتوا من حقكم ان انتوا تبعدوا عنهم مهما كانوا هم مين، مهما كانوا هم قرايبكم او المدرسين بتوعكم. الدكتور يقدر يخترق المساحه الشخصيه دي لكن في وجود حد كبير معانا احنا بنثق فيه زي ماما او بابا. لو شفت طفل قدامك وفي حد بيحاول يقرب منه بطريقة غير لطيفة هتعملي ايه يا حبيبة؟ ممكن لو انا كبيرة شوية هعرف اتصرف هتصرف، لو انا صغيرة ممكن عندها اي حد كبير يتصرف هو. لو شفنا طفل قدامنا وفي حد كبير بيضايقه لازم نعلي صوتنا ونحاول نطلب النجدة للطفل ده ولينا احنا كمان. لو حد معاه حاجة حلوة وطلب منك تعملي حاجة علشان يديكي الحاجة الحلوة دي بس انتي مش حاسة انك عايزة تعملي الحاجة دي، هتعمليها ولا هترفضي؟ لو حد غريب لا باخدش منه حاجة، هقول له لا انا مش عايزة الحاجة دي ودي حاجة غلط، انا مش هعمل حاجة غلط. وبعد ما هترفضي هتعملي ايه تاني؟ هسيبه وامشي. تفتكروا ايه الصح اللي احنا نعمله بعد ما حد يطلب مننا حاجة غلط؟ قولي يا تلا. لو ادانا ليلي بوب او اي حاجة وقال لنا اعملي كذا هي حاجة عيب او غلط جدا، احنا طبعا هنرفض. وبعد ما هنرفض يا تلا هنعمل ايه؟ لازم نقول لمين؟ لازم نقول لماما وبابا عشان هم اكتر ناس قريبين مننا ونقول لهم هو ده اللي حصل وكذا كذا. تلا عمر حد قرب منك بطريقة ضايقتك؟
صحابي، عندي صحاب كانوا بيقربوا مني بحتة عيب، بس دايما بقول لميس او الكابتن وبعديها هما بيزعلهم وبس. انت يا حبيبه حصل ده؟ بس حصل وانا صغيرة كنت متضايقة. اما روحت قلت لماما، ساعتها ماما راحت المدرسة واشتكت. اكتر حاجه صح عملتوها انتوا الاربعه ان انتوا بتروحوا تحكوا لماما وبابا كل حاجه بتحصل بتضايقكم، وده اللي لازم نعمله طول الوقت من غير ما نتكسف او نخاف. لما بتدخلوا الحمام في المدرسه او النادي وحد من صحابكم طلب منكم انه يدخل معاكم، هتوافقوا؟ لا طبعا، هو ليه اصلا يخش ورايا وانا عايزه من التويلت؟ وانت يا جايله؟ لا مش هينفع كده، عيب ومش هينفع يخترق مساحتي الشخصية. لو مفيش مكان في الباص ممكن السواق او اي حد في الباص يطلب منك تقعدي على رجليه؟ لا. يعني ايه الاماكن الخاصه في جسمنا؟ هي الاماكن اللي ايه بيغطيها؟ الأماكن اللي هي جسمنا كله إلا رجلينا من تحت وإيدينا وراسنا. الاماكن المخطيه هي الحته دي والحته دي. لو حد قرب من اماكننا الخاصه ممكن نتصرف ازاي؟ نقول لماما وبابا، او لو هو ماسكني جامد ازعق حد يجي يساعدني. وانت يا حبيبه في اللحظه دي هتعملي ايه؟ في اللحظة ذات نفسها هم مصوتة مرة واحدة عشان أي حد يجي. برافو عليكي. هل من حقنا نرفض اي تصرف بيضايقنا؟ من حقي إن أنا أرفض. من حقي اعرف. من حقي أعرف. من حقك ترفضي اي تصرف بيضايقك، يعني اي تصرف حد بيعمله بيضايقك لازم ترفضيه وتقولي لا من غير ما تتكسفي، مهما كان هو اكبر او مهما كان هو بالنسبه لك مين. عمر حد فيكم حصل له موقف واتكسف يتكلم عنه؟ انا مره كانت واحده صاحبتي لمستني بس كنت مكسوفه اقول، رحت اديت لها فرصه تانية وزعقت لها لو عملتها لي تاني على طول هقول لماما وبابا مش هديلها فرصه. ما ينفعش نعمل كده، لازم من اول مره نعترض ونبلغ بابا وماما، اتفقنا؟ هل حد فيكم بيخاف يحكي لماما وبابا لا يطلعوه هو اللي غلطان؟ ساعات وساعات لا. ممكن انا ببقى خايفه ان انا اقول لحظه مثلا يقولوا لي انتي كنتي غلطانه ان انتي عملتي كذا وكذا، بس انا في الاخر بقول لهم. جايله، عمرك خفتي تحكي حاجه لماما لا تطلعك انت الغلطانه؟ لا، يا ماما عمرها ما طلعتني غلطانة. هل المدرس او المدرب او شيخ المسجد لو قرب مننا يبقى اكيد مش هيضايقنا ولا عادي ممكن يضايقونا؟ ممكن يضايقونا او لا. ممكن هيضايقونا عادي، ماما برضو ناس غراب. ممكن يضايقونا. الشرير ما يقدرش يأذيك الا لو انت لوحدك. طيب لو حد حب ياخدكم في مكان لوحديكم، ايه اول حاجه لازم نعملها؟ نصوت، ازعق جامد عشان اي حد يلحقني، ان شاء الله لو كان مش صاحبي او مش عارفاه بس حد طيب. ينفع نخبي حاجه على بابا وماما؟ لا. ينفع حد يبوسنا او يحضننا او يشيلنا بالعافيه؟ لا. ينفع راجل يلمس جسم بنت؟ لا. ينفع حد يطلب مننا نقعد معاه لوحدنا؟ لا. ينفع حد يورينا صوره او فيديو لحد من غير هدوم؟ لا. بتعرفوا تقولوا لاي حاجه بتضايقكم لا وتبعدوها عنكم؟ انتوا اشطر بنات، سقفه ليكم.